السلام عليكم. شتو هاد التعليق دابا ديال هاد السيده قالت لي نوفل انا عندك في لاكلينيك بكره نشوف كندير العمليه. في اخباركم نقدر نقول لكم دابا شي 6 ولا 7 شهور ما كنمشيش عندهم هادوك اللي تيديروا التجميل والتكميم، ما بقيتش كنقدر نمشي عندهم، وليت كنخاف صافي كرهتوني. علاش؟ دابا انايا وليتو كتطلقوا عليا شي اشاعات، وليت انا كنخاف نمشي عند الناس باش ما نقولوش جاي صورنا داكشي اللي تيقولوا راه صحيح. انا وليت كنتفاداهم لدرجه انه الكليان ديالي ولا كيدخل عليا تيقول لي نوفل انا في لاكلينيك اجي شوفني، تقول لهم لا ما نجيش نشوفكم في لوطيل. تخيلوا فين وصلت بكم الوقاحه، انا كنت تهموني بشي حوايج ما كنهضرش على الكليان ديالي، كنهضر على دوك اللي تيحاربوني. شوف فين وصلت بهم الوقاحه، انهم يتهموني في شرفي. شنو شرف؟ قولي على شرفي. تهموني في الامانه ديالي والاخلاق ديالي والنزاهه ديالي. انا خدمتي ما كنلعبش فيها وما كنضحكش فيها، والله انا ما كنضحكش في الخدمه ديالي. الكليان ديالي كنحترمو كنحطو فوق راسي، وما عمري خرجت شي تصويره ديال شي كليان ولا شي فيديو ديال شي كليان دار العمليه الله يسهل عليه مع السلامه كيمشيو كيصيفطوا ليا كليان. دابا حنايا الناس كيحاربونا بزاف، واش عام واحد كيجي عندنا تيقول راه قالوا لي علاش تمشي عند طالوني، علاش تمشي عند طالوني، ولكن راه الاغلبيه تيجيو، لانه الاغلبيه اللي كيجيو عندنا دابا الاغلبيه شافوا جيرانهم، شافوا خوتهم، شافوا عمامهم، باهم، امهم، شافوا بنتهم، اختهم، يعني ولاو العائلات كيصيفطوا العائلات ديالهم. والحمد لله الحمد لله ونشكروا الخير موجود والكليان موجود، ولكن كتبقى داك الشيء الباطل اللي كتنزلوا عليا ما نسمح لكم لا دنيا لا اخره. راه داك الدعاوي اللي دعيت في مولينيكس، هذاك الكذوب اللي كذب عليا، تنقول لي وري لي سنتك، تيقول لي اللور، ايوا فتح فمك، قول من هنا من هنا من هنا من هنا، تتقول لي السنه طاحت من تقول لك فتح فمك، تتقول لي من اللور على اللور ما تيبانش. هو اخر سنه هي كتبان، ما قدرتيش توريها. هادشي كامل باش تطيح بيا وباش تنزل عليا الباطل وباش ما تخلينيش نخدم. وهذاك التحفه الموسخ اللي قال لك راه رشيد الوالي ها شنو والايدز وما نعرف شنو، باش لهاد الدرجه ولاو الواحد كيقلل من الاحترام ديالو على فنان كبير اللي هو حنا بالنسبه لينا في المغاربه والمغاربه عندنا قدوه في الاخلاق، في الاحترام، في الادب، في الفن، فاش ما بغيتو. رشيد الوالي قدوه لينا، ونوض واحد موسخ طراجي ما قاريش امي جاهل ديوتي يهضر على فنان كبير والناس في التعليق تيصفقوا ليه. اش غادي نقول لكم؟ ملي شفت التعليق ديالكم على داك الشيء على رشيد الوالي وساكتين، عرفت بانكم نتوما ما قدرتوش تحميو واحد اللي هو قدوه وداخل سوق راسو محترم وفنان كبير في المغرب وما عمرو اذى شي حد ولا جبد شي حد. ملي شفتكم تضحكوا في التعاليق وتتهضروا عرفتكم بانكم ناس فاشلين وناس غاديين مع الحاجه الخايبه وغاديين مع الموجه وغير هكذا، غير بهايم. اغلب الناس بهايم كسيبه كلاب، غير غاديين ما عارفينش. واحد كيهضر تقول عندك الحق بدون دليل بدون والو. دونك دابا منين شفتك التعليق عرفت بانه اي تعليق تحطوا عليا راكم غير كلاب، والله راه غير كلاب، لانكم ما عاشرتونيش وما كتعرفونيش. انا اللي خصني نقول لكم انا واحد الانسان قوي بزاف والله، ومستطيع ومجبد. انا في الواقع انفنيكم، اللي يجبدني يلقاني، ولكن في الخدمه ديالي واحد الانسان معقول ومحترم وداخل سوق راسي ومأمن وامين. يلا تهلاو في راسكم، خلوني الناس.